طبق النهاردة كده مميز، مش زي أي طبق عادي. عملنا اللحمة بالبطاطس بطريقة سهلة وبسيطة واحترافية. طبعا مش هقول لكم زي المحلات، ان شاء الله نعمله احلى من المحلات، هيطلع معاكم مميز. اللحمة والبطاطس بطعم مميز تماما، ماشي. من احلى الطرق اللي ممكن تجربوها للحمة بالبطاطس. والبطاطس مهما اخدت سوا استحالة تتهري منك، هيطلع طعمها حكاية. واللحمة برضو هتبقى مميزة جدا. من احلى الطرق اللي ممكن تجربوها للبطاطس باللحمة. طبعا زي ما قلت لكم مش هنعملها بالطريقة التقليدية، ان شاء الله نعملها بطريقة برضو سهلة وبسيطة، واي حد يقدر يعملها، وان شاء الله تطلع معاكم ناجحة. مستنية رأيكم تحت في الكومنتات، تقولي رأيكم في الوصفة دي. قبل ما نبدأ الوصفة الحلوة كده صلى على الرسول ونشوف عملنا ايه في الطبق الحلو ده. جبت هنا حوالي كيلو من اللحمة، كانت عندي في الفريزر، طلعتها وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين. يعني كل ما تكون متقطعة مكعبات صغيرة يكون أفضل. تمام، التقطيع اللي تحبوها، بس يعني هنا في الوصفة هنقطعها مكعبات وسط كده زي ما انتوا شايفين. تمام، مش هتاخد سوا معاكم وهتطلع برضو طعمها مميز. بقطعها كده زي ما انتوا شايفين. طلعتها قبلها بنص ساعة كده عشان تبقى سهلة معايا في التقطيع زي ما انتوا شايفين. جبت عندي حوالي كيلو الا ربع من البطاطس، 2 كده كبار حلوين، قطعتهم برضو مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، بطريقة عشوائية كده زي ما انتوا شايفين. تمام، البطاطس دي هنعمل فيها ايه؟ بعد ما بقطعها مكعبات بقليها في الزيت حوالي يعني 3/4 كده قلية، مش اللي هي تتحمر جامد، حوالي 3/4 قلية كده. تمام، هقليها في الزيت، وطبعا بصفيها وبسيبها على جنب. ده حوالي كيلو الا ربع من البطاطس. طبعا الكمية اللحمة والبطاطس اللي انتوا تفضلوها. تمام، بجيب عندي طاسة كبيرة كده حلوة، بجيب عندي معلقتين كبار من السمنة أو الزبدة المتوفرة عندكم، وبجيب عندي اللحمة اللي أنا مقطعاها مكعبات، وبنزل بيها كده على السمنة أو الزبدة زي ما قلت لكم المتوفرة عندكم. بنزل بيها كده زي ما انتوا شايفين. بفضل بقى أشوحها لمدة يعني من 5 ل7 دقايق، وأقلب فيها كده كويس من غير أي ما أحط لها أي حاجة. تمام، هنا بعد 5 أو 6 دقايق زي ما انتوا شايفين كده بشوحها تشويحة حلوة كده في قلب السمنة. بنزل بحبة فلفل أسمر، مكعب ماجي، وحبة من بهارات اللحمة، بس كده. تمام، بشوحها كويس كده في البهارات. برضو بسيبها كده على النار شوية، بسيبها تاخد تشويحة حلوة كده. عايزة اقول لكم الطاجن ده سهل، خطواته سهلة جدا. بكون محضرة حوالي بصلاية وسط كده مبشورة متقطعة في الكبة زي ما تحبوا. تمام، وبروح نازلة برضو كده بيهم مشوحاه في قلب اللحمة. هسيبهم مع بعض حبة حلوين كده يتبلوا مع بعض، البصل مع اللحمة، لمدة حوالي 5 دقايق كده، 5 دقايق يتبلوا كده مع بعض وتشوحوا مع بعض كده كويس. عايزه اقول لكم ريحه اللحمه من دلوقتي كانت ريحتها تحفه، والله العظيم تحفه. بنشوحها بس كده مع حبه ملح لا من غير ملح، فلفل اسمر كده وحبه بهارات، ونشوحهم في قلب السمنه او الزبده، ريحتهم حكايه. وفي الاخر بنزل عليهم حبه كده من البصل المبشور زي ما انتوا شايفين كده، ريحتهم فعلا مميزه. جبت حوالي 2 3 كده من الثوم كان عندي في الفريزر، مع قرن شطه احمر مقطعاه. طبعا الشطه طبعا ده اختياري. بقلبهم مع بعض، ريحة التوم طبعا بتطلع كده. بسيبه كده مدة برضو 5 دقايق كده مع التوم. نزلت عليهم بنص كوباية من المية المغلية، بس المقطع ما تصورش، نص كوباية بالظبط من المية المغلية. بسيبهم على النار
حوالي نص ساعة او اقل، يعني من تلت لنص ساعة. بسيبهم كده حبة حلوين كده. تمام. بعد كده بكون محضرة حوالي نص معلقة كبيرة من السكر. نص معلقة كبيرة من السكر. هي كده كده عندي اللحمة صغيرة، بس أنا برضو عشان يعني باخدها الأول كده صدمة كده على البوتاجاز، وبعد كده بحطها في طاجن، فعشان تبقى عندي مهرية، طالعة كده مهرية كده وحلوة. نص معلقة سكر، وطبعا مش هتأثر على الطعم خالص، ما تقلقوش. بقلب كده اللحمة بتاعتي كويس. بعديها كده برضو ب5 دقايق، ما بين كل حاجة، ما بين كل خطوة وخطوة ب5 دقايق كده بروح منزلة ايه، دي طماطمتين. دول طماطمتين وسط، شلت منهم القشر قصدي. تمام. قطعتهم قطع صغيرة ونزلت بيهم كده على اللحمة. والخطوة دي اختيارية، مش عايزين تحطوه تعملوه بالطماطم مفيش مشكلة، بس الطماطم هتديله برضو طعم مميز جامد جدا. نزلت بقى عندي بالبطاطس اللي انا قلتلكوا عليها في اول الفيديو. انا 3/4 كده ايه تحميرة، مش حمرتها قوي، 3/4 تحميرة. دي فايدتها ايه؟ هتخلي البطاطس ماسكة نفسها طول ما احنا حطيناها على البوتاجاز او في الفرن، هتفضل ماسكة نفسها، مش هتتهري منكم، وفي نفس الوقت طعمها هيبقى دايب كده في البق. تمام. نزلت عليهم بنص كوباية كبيرة من المية المغلية. تمام. بقلب بقى الطاجن بتاعي كويس. بنزل معلقتين كبار من الصلصة، دي صلصة معلبات. تمام. وبظبط بقى الملح بتاعي كده، بسيبهم كده شوية كده مع بعض. زي ما قلت لكم خطوة البطاطس دي مهمة، لازم اقليها 3/4 كده قلية، واروح مطلعاها وسايباها تتصفى، وبنزل بيها كده زي ما انتم شايفين. والطماطم برضو منزوعة، شايلة منها القشرة. الخطوات دي بتفرق في طعم الطاجن على فكرة. تمام. نزلت كده بحبة الملح، حوالي نص معلقة كبيرة من الملح. بقلب كده الطبق بتاعي كويس. بكون محضرة طبعا عندي الطاجن اللي هحط فيه اللحمة بالبطاطس، وكنت طبعا محضرة الفرن على درجة حرارة 240. مش هياخد في الفرن كتير، يعني حوالي ساعة الا ربع. بنزل كده بالطاجن بتاعي. عايزة اقول لكم والله ريحته مميزة من قبل ما يخش الفرن. تمام كده. بحط كده عليه قرنين شطة كده من على الوش، طبعا ده اختياري لو حابين. بكون محضرة الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 240 بالظبط، ساعة الا ربع بالظبط في الفرن. بيطلع بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. والله والله العظيم انا مش مبالغ، بس فعلا الطاجن ده مميز في طعم اللحمة، طعم البطاطس، والصوص اللي هو فيه ده حكاية حكاية. من احلى الطرق اللي ممكن تجربوها لطاجن اللحمة بالبطاطس، سهل وسريع وفي نفس الوقت مميز. تمام. عملت جنبه كده حبة رز بشعرية، تقديمة يعني بقدم طبعا التقديمة اللي تحبوها. انا عملت حبة رز بشعرية كده جنبه، وادي اللحمة بالبطاطس. بصوا البطاطس ماسكة نفسها ازاي، وفي نفس الوقت دايبة، واللحمة حكاية، طعمها مميز جدا. يعني طعم الطاجن كله على بعضه فعلا مميز. اتمنى تجربوه وتقولي رأيكم تحت في التعليقات. ولو الوصفة عجبتكم اتمنى تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو منكم. بصوا عملت جنبه طبق سلطة كده، طبق سلطة خضر عادية. تمام. هو الطبق شكله والله يا جماعة كان حكاية، طبق سهل ومميز. وبره الطاجن ده غالي جدا، عملناه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبرضه اقتصادية. بصوا البطاطس حكاية والله، أحلى من اللحمة. فعلا من أحلى الطرق اللي ممكن تجربوها للحمة بالبطاطس. أتمنى بقى لو الوصفة عجبتكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة. أشوفكم على خير. سلام.